السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الوصفه تاعنا لنهار اليوم هي وصفه كيش بالسلق. هذه الوصفه اقتصاديه وبنينه، الحشو تاعها خفيف وبنين، وحتى العجينه تاعها تجي مقرمشه من برا. نتبعوا معايا واش راح نحتاجوا فيها. اولا بدي نوجد العجينه، نحط فيها 2 ملاعق كبار تاع مارغرين ما يعادل 250 غرام، ونضيف عليهم 2 ملاعق كبار تاع الزيت. الزيت هنا يعطينا قرمشه للعجينه. نضيف عليهم حبة بيض كاملة، ومن بعد نصف ملعقة صغيرة ملح، ونصف ملعقة صغيرة خميرة الحلويات. نسي نخلط المكونات مع بعضياتهم بسباتيلا كما راكم تشوفوا، وندخل المكونات مع بعضياتهم. لازم المارغرين تكون طرية باش تساعدنا باش نخدموها. سيو تعفسوها مليح مليح بالسباتولا وندخلوها مع البيض. ومن بعد نبدي نضيف في الفرينة نضيفها تدريجيا، نبقى ندخل فيها في لامارغرين بهذه الطريقة بسباتولا بشوية، وندخل الفرينة في لامارغرين. وهنا راح نستعمل يدي باش نتحسس العجينه كيفاش يكون القوام تاعها. نسيي نلم العجينه تاعي باطراف الاصابع، ما لازمش ندلكها، فقط باطراف الاصابع حتى نتحصل على عجينه طريه. نبقى بهذا الشكل. شوفوا القوام تاعها، يعني بقيت نضيف الفرينه حتى تحصلت على هذه العجينه. ومن بعد نجيب ورق الطهي، نحط نرش عليه شويه تاع فرينه، ونجيب العجينه تاعي نرش على الوجه تاعها تاني شويه فرينه باش ما تبقاش تلصق لي في الوراق. ونسي نحل العجينه تاعي بهذا الشكل، ومرة على مرة نرش وجه العجينة بالفرينة باش تساعدني كي نجي نحلها. ولازم نحل العجينة بسمك 0.5 سنتيم، يعني نصف سنتيم. بالنسبة للمول أنا استعملت هذا المول العجيب. من بعد نحط العجينة تاعي نقلبها في المول كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. نسينا ندخلها في الجوانب باش تقبض لي لا فورم تاع المول. نحاول نسقد الجوانب تاع العجينة تاعي، ولا كاين فراغات نملأهم، ونسي نحي الجوانب والزوائد بهذا السكين كما راكم تشوفوا. في المكان خاصني العجينه نضيف لها حتى نشكل عجينه على شكل المول تاعي. وهذه العجينه راح تساعدكم في العمل، يعني القوام تاعها شباب بزاف. وهنايا كملت لبست العجينه تاعي للمول، وثاني عمرت لي ميني كيش تاوعي. من بعد نتقب العجينه تاعي في المول على كامل السطح تاعها، والثاني تاع لي ميني كيش نتقبهم فرشيطه، وندخلهم للفرن يكون مسخن مسبقا، يعني نشعلهم من التحت حتى يطيبوا من التحت، ومن بعد نشعلهم من الفوق ونخلي اللون تاعهم شويه بيض لخاطر راح نرجعهم من بعد بالحوش ويوليو يطيبوا. وهنايا جبت كسرونه نحط فيها القاي من الزيت، ونضيف عليها حبه بصل مقطعه شرائح. حبه بصل لازم تكون كبيره. نقلي البصل تاعي مليح حتى يبدي يدخله الطياب كما راكم تشوفوا، يعني ما طابليش 100%، فقط بدا يدخله الطياب وبدا يطيح. ومن بعد نضيف عليه هنايا 2 تاع فصوص تاع ثوم مبشورين، ونرجعه يتقلى. ومن جهه اخرى جبت ربطه تاع السلق، غسلتها وقطعتها بهذه الطريقه، ونولي نحطها فوق البصله بعد ما قليت الثوم شويه، ونحط الربطه تاع السلق تاعي. ننصحكم اخواتي تستعملوا السلق بزاف في الاكل تاعكم، لخاطر غني بالمعادن والفيتامين ومناسب للاطفال. حتى وهذا الوصفات يعني تخلي الاطفال حتى ولا ما كانوش ياكلوا السلق ياكلوه بهذه الطريقه، ما يستغلوش الذوق تاعه بزاف. يعني نسيو ندخلوه في الاكل تاعنا بطريقه ما يحسوش بها الاطفال. هنايا كما راكم تشوفوا بعد ما قليت السلق مليح وطاح لي كامل هذيك الربطه، نضيف عليه نصف ملعقه صغيره ملح. كما تعرفوا السلق ما لازم ما يبغيش الملح، يعني نضيفوا فقط رشه قليله تاع الملح، ونضيفوا عليه رشه قليله تاع فلفل اسود تقريبا نصف ملعقه صغيره. نخلط المكونات مع بعضياتهم ونرجعهم يتقلاو شويه، ومن بعد نبدا نوجد لاباغي تاعي. هنايا جبت بول ولا صلادي، حطيت فيه شويه كريمه الطبخ
ومن بعد ضفت عليه 2 حبات تاع البيض كاملين، وزدت القليل من الجبن المبشور يعني اختياري، بصح راه يعطيه ذوق شباب، وملعقة كبيرة تاع جبن طري. خلطت المكونات تاعي مع بعضياتها، لازم يتجانسوا. انا هنا بعد ما خلطت الخليط حسيته بلي شويه ثقيل، زدت كريمه الطبخ، نخلط مليح مليح المكونات حتى يولي خليط متجانس. ومن بعد ضفت عليه رشه تاع فلفل اسود. انا ما زدتش الملح لخاطر السلق ديجا ما يحبش الملح، يعني ما بغيتش نكثر بزاف الملح. كما تعرفوا الفرماج ديجا مالح، يعني بزاف الكميه اللي درتها في السلق كانت كافيه. ومن بعد ضفت السلق تاعي اللي قليته مع البصل، زدت عليه اون بواط تاع الطون تاع الزيت، تقدروا تضيفوا حتى 2، بصح انا فضلت باش يبقى لي الكو تاع السلق شويه واضح، انا نبغي السلق. وخلطت كامل المكونات تاعي مع بعضياتهم. ومن بعد نبدي نعمر في لي كيش تاعي، جبت هنا لي ميني كيش وبديت نعمر فيهم. ومن بعد ما عمرت لي ميني كيش والكيش تاعي الحشو تاع السلق، من بعد حطيت في الوجه قليل من الجبن باش كي يذوب يعطينا واحد الاحمرار شباب لي كيش تاوعنا. تقدروا تضيفوا جبن مبشور، اكيد اي نوعيه تفضلوها، يعني لكم الاختيار نتوما. ومن بعد ندخله الفرن يكون مسخن مسبقا، نخليوه يحمر يعني ياخذ فقط اللون الذهبي، ديجا كلشي راه طايب يعني فقط يزغراتينا ونخرجوه. وهذا هو الشكل تاع الكيش تاعنا كما راكم تشوفوا، يعني العجينه ما تتكسر ما والو. وننصحكم باش تستعملوا لاستيس تاع ورق الطهي باش تسهل عليكم باش ترفدوا الكيش تاعكم وما يتكسر لكمش. وهاد العجينه تجي مقرمشه وبنينه، والحشو تاني راح يكون بنين وغني بالفيتامين. كما تعرفوا السلق كنز صحي، لازم نتعودوا ناكلوه وندخلوه في الاكل تاعنا، وحتى الاطفال تاعنا لازم ياكلوه. ما تنسونيش بجمع الفيديو واشتركوا في القناه. سلام.